أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم وحلقة جديدة عن أخبار النادي الأهلي. النهاردة السبت 15 فبراير 2025 وإليكم الأخبار. جلسة خاصة بين محمد شوقي وثنائي الأهلي لحسم ملف نسبة المشاركة. يعقد الكابتن محمد شوقي نائب المدير الرياضي للنادي الأهلي جلسة خاصة مع ثنائي الأهلي رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف التجديد لهما، خاصة في ظل الظروف والخلاف الذي شهدته عملية التفاوض مع الثنائي مؤخرا للتجديد. وعرض الأهلي التجديد لرامي ربيعة وياسر إبراهيم لمدة 3 سنوات مقابل 14 مليون جنيه لكل منهما في الموسم الواحد، بخلاف مبلغ 2 مليون جنيه إعلانات. واشترط النادي أن يكون التجديد في الموسم الثالث مرتبطا بنسبة المشاركة في 70% من مباريات الموسم الثاني، وذلك لتفعيل العقد. وطلب رامي ربيعة وياسر إبراهيم رفع المقابل المالي مع إلغاء نسبة المشاركة لتجديد الموسم الثالث. ويرغب محمد شوقي في حسم هذا الملف والإبقاء على الثنائي. أشرف بن شرقي خارج حسابات الأهلي أمام الإسماعيلي. استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيال كولر على استبعاد المغربي أشرف بن شرقي لاعب الأهلي من قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي، لرغبة الجهاز الفني في منحه فرصة أكبر للمشاركة في التدريبات الجماعية قبل المشاركة في المباريات الرسمية. وتعاقد الأهلي مع أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة بعد فسخ عقده مع الريان القطري. ويعاني اللاعب من إصابة بشد خفيف في العضلة الأمامية منذ تواجده مع الفريق السابق. ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في 7 مساء غدا الحد باستاد برج العرب في الجولة ال14 لبطولة الدوري الممتاز. حقيقة مفاوضات قائد الأهلي مع الفتح السعودي. تلقى رامي ربيعة مدافع الأهلي عرضا سعوديا وتحديدا من نادي الفتح للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي أسدل الستار عليها يوم 8 فبراير الجاري. وينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي دون الرجوع للأهلي. وحاول النادي السعودي الحصول على خدمات ربيعة في يناير أو توقيعه للانتقال له بنهاية الموسم الجاري، لكن اللاعب رفض وفضل البقاء مع الأهلي. تفاصيل ميران الأهلي الأخير استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري غدا. خاض فريق النادي الأهلي ميرانو عصر اليوم على ملعب التتش استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة ال14 لبطولة الدوري الممتاز. وعقد مارسيال كولر المدير الفني محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق الميران للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد. واشتمل ميران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة. وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكوم مدرب الحراس. واختتم المدير الفني فقرات الميران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية. عودة وسام أبو علي وأشرف داري لقائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا. أعلن مارسيال كولر المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمباراة الإسماعيلي غدا على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة ال14 لبطولة الدوري الممتاز. جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وخالد عبد الفتاح ورامي ربيعة وأكرم توفيق ووسام أبو علي وجراد الشيار ومروان عطية وحسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وكريم ندفد وإمام عاشور وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله. وشهدت القائمة عودة الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري بعد التعافي من الإصابة.
كولر يستبعد 11 لاعبا من قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي غدا، أبرزهم أشرف بن شرقي. استبعد السويسري مارسيال كولر المدير الفني للأهلي 11 لاعبا من قائمة الفريق التي تواجه الإسماعيلي في 7 مساء غدا الحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ال14 لبطولة الدوري. وضمت قائمة المستبعدين كلا من أشرف بن شرقي وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد، وذلك بسبب الإصابة، ومصطفى مخلوف وحمزة عبد الكريم لأسباب فنية، فيما يستمر غياب علي معلول لعدم الجاهزية الفنية والبدنية، بجانب غياب مصطفى العش مدافع الفريق بسبب الإيقاف بعد الطرد في مباراة غزل المحلة الأخيرة بالدوري. كولر يدرب نجم الأهلي الصاعد على ضربات الراس. حرص السويسري مارسيال كولر المدير الفني للأهلي على تدريب لاعبه الصاعد محمد عبد الله بشكل انفرادي على تصويب ضربات الراس لتنمية هذه المهارة عند اللاعب.